عامل مستر أكرم مدير الكافيه بيحصل فيه جريمة قتل، وفي عدد معين من الناس جوه كده وهو في مكان واحد، فبنشوف بقى ايه اللي هيحصل. لو انا بحقق في جريمة الأكل لو الأكل ممكن مصطفى غريب، لو القتل لا مش هشك في حد لأن أنا شايف إن هم طيبين، بس ممكن عبعاطي. خليكوا حنينين علينا بقى. محامي فاسد باختصار، يعني من الناس اللي هي ممكن تعمل اي حاجه عشان توصل لحاجه معينه. مش المفروض اقول عنه كده، بس هي الشخصيه كده. والمفروض ان في المسلسل ان احنا بنبقى في مكان واحد وبتحصل جريمه قتل وبنبقى عايزين نعرف مين القاتل. بس تحدي طبعا، لان فكره ان انت في مكان واحد ده ممكن ما بتطلعش براه كتير وكده. فلو المواقف جوه مش كتيره والمواقف سخنه هتزهق لانه مكان واحد. فهو ده كان الحاجه الصعبه، اعتقد ان هي وان لوكيشن. بس متهيألي ان احنا في مواقف حلوه جوه المسلسل، في سسبنس، المفروض نعرف مين القاتل وكده. واعتقد الناس يا رب يا رب يا رب تحب المسلسل. ننزل نكتشف بلوه جديده. اعتقد اكبر صعوبه في المسلسل واكبر تحدي كان فكره ان هو وان لوكيشن. كنت فاكر انها هتبقى حاجه بتسهل الدنيا، اكتشفت انها ليها يعني تحديات كبيره ان انت تصور في وان لوكيشن بعدد ممثلين كبير. غير كده المسلسل ريحته بصراحه كانت ممتعه وشيقه ومضحكه، فما اقدرش اشتكي لان المسلسل ده من احلى التجارب كتصوير انا عملتها في حياتي يعني. اكتر حد فاجئني واكتر حد غلبني الاثنين هو مصطفى غريب، لان هو عنده افكار كتير قوي، عنده طاقه رهيبه مفيده جدا للتصوير، بس محتاجه واحد عنده نفس القدر من الطاقه. فكنت بحاول اجاريه وبلهس وانا بحاول اجاري مصطفى في طاقته وافكاره. ما اعرفش، انا كنت شاكك فيهم كلهم وانا بقرا يعني، لحد ما قريت الحلقه الاخيره كنتش عارف مين القاتل. انجي بصراحه كانت عامله مجهود كويس جدا انك على طول تلعب بدماغك وانت مش عارف مين القاتل ومش عارف تشك في مين وتحب مين. فدي كانت حاجه من الحاجات اللي حمستني جدا للمسلسل. يمكن انت او انت او انتي أو أنت انتم كلكم هنا متهمين. طبعا تحدي كبير جدا لان هو عدد شخصيات كتير قوي ولوكيشن واحد، واحنا عندنا 8 حلقات، فمفروض ما يكونش فيه ولا ثانية زهق يعني. السلام عليكم. عجبني ان ده المشروع اطول شويه واكبر وكوميدي، مش زي المشروع الاولاني ما كانش كوميدي خالص. واي حاجه استاذ عمرو يعوزني فيها انا معاه فيها يعني. عندك 14 ممثل كلهم باينين طول الوقت مع بعض، كلهم بيتفاعلوا مع بعض. فتظبيط الجداول بتاعت كل الناس دي اللي طبعا عندها ارتباطات وحاجات كتيره علشان تصوري المسلسل كان تشالنج كبير، بس صراحه هم كلهم كانوا متعاونين فقدرنا نظبطها في الاخر، بس كان فيري تشالنج. فكرة حلوة ان المسلسل يكون في لوكيشن واحد وحلقات قصيرة، ممكن في ناس بتزهق من الحلقات الكتير. حاسة ان هو لا ساعدنا يعني، كان حلو، الحاجات كانت اغلب الوقت ملمومة اكتر. في الاول كان اكنه اللي هو مش فاهمين قوي، بس لما دخلنا في الموضوع اكتر كان لطيف.